دلوقتي الاستاذ محمد ابو السعود معانا في الاستوديو، ايه طلباتك منه اللي هو ينفذها مع الفرقه كرئيس مجلس اداره؟ هو اولا المجلس اللي موجود عندنا يا استاذ طارق مجلس ما شفناهوش من 7 سنين، وكله يعني حاجه جميله. يمكن حضرتك تلاحظ ان في الحاج محمد ابو السعود مع رجاله المهندس محمود عثمان، وكلهم طبعا على قلب رجل واحد لمصلحه البلد. انا بطلب من الحاج محمد ابو السعود الفتره اللي جايه ديت اللعيب اللي عاوز يلبس فانله نادي الاسماعيلي احنا تحت امره، اللعيب اللي مش عايز يلبس الفانله يتفضل مع السلامه. هي كده الكره بايظه في مصر، واللي بيحب نادي الاسماعيلي يكمل معاه. احنا عايزين بطوله، وطموحاتنا كجمهور ان احنا نلعب على بطوله، واحنا شكلنا حلو ورحنا السودان وحضرتك شفت الاحداث وجينا عوضنا في مصر، وعندنا مجموعه لعيبه ما كانش حد يعرف عنهم حاجه. فاللعيب اللي المجلس الاداره يقعد يتفاوض معاه ويقعد يتكلم معاه يعمل تقدير لفريق النادي الاسماعيلي ويعمل تقدير للنادي الاسماعيلي والجمهور الاسماعيليه اللي هو وقف معاه وخلاه لعيب كوره. ده اللي انا بناشد فيه مجلس الاداره. عايزين كده ننافس على افريقيا وان شاء الله البطوله العربيه. ولسه في محمود عزيز جاي من عندنا من نادي القناه لعيب كويس. تعاقدتوا معاه ربنا يكرمه. وعايزين نشوف اسماعيلي احسن من اي حد. وربنا يكرمه ويوفقه. يعني دي طلباتك اللي انت عايز لعيبه كويسه. وطب بالنسبه للعيبه اللي عقودها انتهت جدد لهم. ما دلوقتي في فرقه مشيت، فرقه 11 لعيب مشوا. دلوقتي لازم يجيب اللعيبه الموجوده دي يجدد لها ويجيب اضافه كمان عليها. دلوقتي جاب لعيبه والنادي دفع فيها فلوس، زي في ناس مشيت ودفعت فلوس ومشيت، ما جبناش ما دفعنا فلوس فيها ولا ليها اي لازمه. اهم حاجه بس انا عايزها منه، قطاع الناشئين في النادي الاسماعيلي محتاج دعم. قطاع النادي الاسماعيلي اعتقد ان هو الفتره الجايه ان شاء الله لو لقى الملعب ولقى الادوات ولقى المدربين الكفاءات، اعتقد ان احنا يعني قطاع الناشئين مليء بالمواهب ومليء بالخامات الطيبه اللي محتاجين ان احنا نقف جنبهم ونساندهم. وطبعا انا كابتن خالد الغندور طبعا وطبعا الباشمهندس ابو السعود عارف ومتاكد، وكان بره النادي كان بيصرف على النادي، وكان الراجل بيدعم النادي بشكل كويس قوي. هو الحاج محمد بدايه هو مجلس الاداره اللي دخلوا دخله كويسه جدا موضوع خط الدراويش، وعمل صدى كويس في اسماعيليه ولغايه دلوقتي مطلوب. يا ريت المواضيع الاستثماريه اللي اتكلموا فيها يا ريت تتنفذ يعني. يا ريت لو ما اتكلموا يعني في المحلات الخطوط تتنفذ والنادي الاجتماعي والحاجات دي كلها يا ريت تتنفذ يعني، ويكونوا يعني ايه زي ما وعدوا الناس عشان دي يبقى في مصداقيه بعد كده. واتمنى ان من العميد محمد ابو السعود حته التجديد اللعيبه، ودلوقتي ما نصبرش عليهم وما نصبرش نقول خير لسه بعد نشوف في دوري ولا ما فيش دوري. لا، الخمسه اللي هم ليهم تجديد، حمص ومهاب والجماعه دول الخمسه لازم دلوقتي ما نصبرش عليهم، لازم دلوقتي ويتجدد لهم في اقرب فرصه. الناس دي لعيبه كويسه ومطلوبه.